ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ورجعت لكم بفيديو جديد بنتكلم عن الملك اخناتون وازاي تولى عرش مصر. بداية قبل ما نبدأ الفيديو حابة اضيف معلومة هتفهمنا معلومات كتيرة في الفيديو. كان في شروط لازم تتوفر في اي شخص علشان يحكم كيمت اللي هي مصر قديما. طيب، ايه هي الشروط دي؟ اولا ان على الاقل يكون الشخص اللي عايز يحكم مصر ده يكون والده حكم مصر قبليه، او على الاقل يكون متزوج زوجة من بيت مالك. وللاسف الشرطين دول ما كانوش متوفرين في الملك اخناتون، لان امه كانت اسيوية وزوجته تي كانت من عامة الشعب. طيب يعمل ايه عشان يحكم مصر؟ أشار عليه المقربين ليه إنه يقيم معبد اسمه معبد الأقصر علشان يضيف شرعية لحكم مصر. بالتالي استجاب الفكرة دي، وبالفعل نفذ ذلك، نفذ الكلام ده وعمل معبد الأقصر، وبذلك تولى حكم مصر وأضاف شرعية ليه. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، أتمنى تكونوا استفدتوا بمعلومة جديدة. انتظروني الفيديو الجاي إن شاء الله بمعلومة جديدة. سلام.